بدأت الحكاية عندما استيقظ تمثال فرعوني من سباته داخل متحف قديم. نظر التمثال الفرعوني حوله فوجد تمثالا رومانيا يقف بشموخ بجواره. قال التمثال الفرعوني بفخر: أنا رمز الحضارة، حددت شكل العالم. رد التمثال الروماني مستخفا: حضارتك القديمة لا تضاهي فكرنا الفلسفي والفنون الجميلة. قال الفرعوني بإصرار: لكن نحن أقمنا أهرامات لا مثيل لها واحتفظنا بأسرار العالم القديم. ابتسم الروماني بسخرية: وماذا عن الإمبراطورية العظمى وتوسعها الذي لم يسبق له مثيل؟ تدخلت تماثيل أخرى قريبة، العربية والفارسية، كل حضارة لها عظمة وتاريخ لم ينس. أجاب الفرعوني: لكننا وضعنا أسس العلم والطب وقدمت البشرية الكثير. رد الروماني: وقوانيننا هي الأساس للحضارة الغربية الحالية. في غمرة النقاش وحدت التماثيل صوتها: كلنا ساهمنا في بناء العالم. ظل التمثال الفرعوني والروماني يتجادلان، لكن بقلوب محبة واحترام. أخيراً جمعتهما ضحكة صادقة، معترفين بأن التنوع سر القوة. استنتجت التماثيل أن التاريخ مشترك والحضارات تتكامل. ظل المتحف هادئاً بعد تلك الليلة. ورث الزوار حكاية تماثيل كانت تتكلم عن عظمة الماضي. كانت تلك القصة درساً في التعايش والتسامح، تحكيها الأجيال.